تو انتهت اول مباريات الهلال الوديه بفوز الهلال ب6. تعالوا خلونا نتكلم عن المباراه شوي. قبل ما نتكلم لا تنسون الفولي يا حبايبي. انزاجي لا زال متمسك بالرسم المفضل له، وهالامر معجبني. ايش رايكم باول ظهور ثيو؟ شوفوا امانه اول ظهور عادي جدا، هذا هو المتوقع. تو يعني اول مباراه وديه والرجال ما دخل بالاجواء والامور ذي، لكن كل ما يمسك الكوره مباراه مختلفه، كل ما تجي اللقطه عليه مباراه ثانيه. يا ثيو هذا اللاعب ولا بلاش؟ ايش اقول وايش اخلي؟ علمني ناصر، علمني اخلص. ابو فنك يا شيخ. في كاس العالم ومباراه اليوم، كل مباراه قاعد يبرهن لك انه نسخه ناصر انزاجي غير، عالم ثاني، حتى ثانيه. تبغى تيشيرت الهلال او ايا كان ناديك راح تحصل تيشيرت بافضل سعر وباعلى جوده. الرابط كود الخصم في البايو، متوفر تابي تمارا، الحق ما تلحق. عموما انزاجي اليوم اعطى فرصه للجميع، وايضا اثبت تطور ملحوظ على الجميع. انا معجب بهذا الرجل. الربيعي لازم نشوف له بديل. احنا عندنا بونو. مين بديل بونو؟ بديل بونو الربيعي. الربيعي محتاج بديل. الربيعي لازم يكون دكه خامسه سادسه، عشان ما نفكر في يوم من الايام نلجأ له ابدا نهائيا. حبيبنا الربيعي الله يستر علينا وعليك، استحاله انت بديل بونو الاول. سافيتش انزاجي شيء خارق. عموما اليوم الكل ابدع وامتع. اللي يوهلك انت حاسب الزيد ورديف ايزاك وارنولد، ترى كل ذا من انزاجي. الحمدان قلب لك زلاتان. والله مشتاقين. يعني اذا هي مباراه وديه ضد فريق درجه ما ادري كم، بعد الهدف الخامس كاننا مسجلين بنهائي اسيا مع الاحتفال. متعطشين والله، متعطشين ومشتاقين. لا تنسون فولو حساباتي في البايو، دائما متواجد في الاصفر. تعالوا علمونا ايش رايكم في الكومنتات. سلام. هلا والله، حتى في الوديات مبيض وجيهكم يا اخي. الله يخلي لنا الهلال هذا المشرف الوحيد في السعوديه. ينبغطون. يا شيخ هذا الهلال اللي نعرفه. ويل انديه تروشن من شر قد اقترب. هلال انزاجي يا جماعه الخير ناوي على نيه الموسم الجاي، ناوي يحسم الدوري من الدور الاول، من قبل الدور الاول، من نصف الدور الاول. لكن كل اللي بيه الدوري وهذا الخسيس. تعال الخاين، تعال والله يبيك والله. يا حبيبي ايش ذا؟ 3-0 بشوط واحد، واول مباراة تونا قلنا بسم الله وبدون مهاجم. طبعا باقي الشوط الثاني يا اخوان، باقي الشوط الثاني بدون المهاجم المعروف نونز، اللي اتوقع انه ما اصر عليه انزاجي اللي بيكسر الدنيا. لا الوضع مو طبيعي يا اخوان. اللي يقول الهلال انتهى وما ادري وش هو بدون دعم، يا حبيبي الوضع بيكون كارثي. والله يا جماعة اني متخوف كثير. طبعا قاعد اغطيها لكم مثل ما تشوفون هنا، بس اسمي بالعربي في البرنامج الاصفر. وحياكم الله وتشرفون وتنورون يا جماعة. المحتوى كله هناك، واي هدف قادم بينزل هنا. حياكم. شوف كيف وجيه لعيبة الهلال مبتسمين ويضحكوا، ويعني تحس كذا اللطافة والبراءة. تدخل ضدهم 6 أهداف تاخذ. ليش 6 أهداف؟ يلا من حقكم انبسطوا واضحكوا، لانه في نمر ينتظركم، هو بطل الدوري والكاس. مع كامل احترام لكل الفرق، حنفترس كل الفرق ان شاء الله. انتهت أول مباريات الهلال الودية بوجود ثيو في أول مشاركة له. انتهت المباراة بفوز الهلال 6-1، 3 أهداف بالشوط الأول، 3 أهداف بالشوط الثاني. مباراة ودية ضد خصم سهل، الهدف منها الرتم يرجع للاعبين وتجربة الخطط والتكتيكات حقت انزاجي. ناصر الدوسري قدم مباراة جدا كبيرة، شغال بالشوط الأول اسيستات وباصات. وبرضه سافيتش اليوم قدم مباراة ممتازة وما هي مستغربة منه أصلا أبدا. فريق بشكل عام ما قصر، حتى هدف الخصم جاء من خطأ من بونو وما يعتبر خطأ كبير. التسديدة كانت قوية، ولكن مباراة أولى ممتازة للفريق، والحكم بيكون إذا شفنا نونز مع الفريق، واللي لازم نتقبل ذي الفكرة. نونز هو مهاجم الهلال بنسبة 99%. أعطوا لي تحت آرائكم في المباراة. أجل الهلال يفوز ب6 على الفريق الألماني. ما زال الهلال يمردغ في الأوروبيين، ما زال الهلال يتفنن في الأوروبيين، ما زال الهلال يدبغ في الأوروبيين. دبغ الفريق الألماني اليوم ودبغ السيتي وتعادل مع ريال مدريد. الهلال اختصاص أوروبي، الهلال أصبح أوروبي. الهلال لم يعد من القرى السعودية ولا الخليجية. احنا أوروبيين، احنا أوروبيين. يعني احنا شفنا الخرقة تمردغ من الفريق أوروبي، وشفنا الطحالب تمردغ من فريق أوروبي، وشفنا البرشومي أيضا تمردغ من فريق أوروبي. إلا الهلال أكبر نتيجة في تاريخ الأندية الوديات الحين سواها في المعسكر هذا. الهلال 6-1. يعني شفنا البرشومي ما قدر يفوز 6، الطحالب ما قدر يفوز 6، البرشومي ما قدر يفوز 6. ما لها الا كبيرها وزعيمها الهلال من يوم رايح حسميه دباغ الاوروبيين، بل انه يتفنن في دبغ الاوروبيين. والقادم اعظم ان شاء الله. سلام عليكم. الهدف الثالث بوم بوم بوم.
شوف ناصر الدوسري خلاص اختار مكانه مع سيميوني إنزاغي. هناك طبعا خلاص ذا سيميوني إنزاغي يقول خلاص والفريق ضعيف مع احترامي له، ويمكن يلعب لعيبة ثانيين. شوف التمريرة الساحرة من ناصر الدوسري بين كل هذه الجموع من عناصر بانينجن. تمكن ناصر الدوسري ما شاء الله تبارك الله.